صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الفنان محمود إسماعيل. محمود إسماعيل ممثل وكاتب إذاعي ومخرج سينمائي، واتولد محمود إسماعيل سنة 1914، وبدأ حياته الفنية مؤلف في الإذاعة، وبعدين اتجه للتمثيل في السينما، وبعدين كاتب سيناريو ومخرج. ومثل محمود إسماعيل في الفرقة القومية، وقدم خلال مشواره الفني حوالي 40 فيلم، وحبسوا المخرجين في دور المجرم الشرير عشان تكوينه الجسماني وصوته الغليظ ونظرته الحادة. وأشهر أدواره طبعا دور سلطان في فيلم سمارة مع تحية كاريوكا ومحسن سرحان. وبدأ مشواره في عالم الإخراج سنة 48 بفيلم فتنة، وقدم بعدها 5 أفلام، منها اوعى المحفظة، بياعة الورد، حب ودلع. وصل عدد الأفلام اللي كتبها 19 فيلم، منها المهرج الكبير، زنوبة، سمارة، توحة، عفريت سمارة، حبيبي الأسمر، والساحرة الصغيرة. واعتزل محمود إسماعيل الفن فجأة واتجه للتصوف، وسافر من مصر للبنان عشان الطبيعة الجميلة والهدوء والبعد عن الفن والفنانين، وعاش في لبنان فترة طويلة، وبعدين رجع لمصر وعاش في فندق متواضع قدام مسجد سيدنا الحسين، لكن بعد فترة رجع للفن. واتجوز محمود إسماعيل من الفنانة كاميليا، وما استمرش الجواز كتير وطلقها. وكان آخر فيلم مثله سنة 82 فيلم شاطئ الحظ مع سعيد صالح ويونس شلبي. وتوفى محمود إسماعيل سنة 83 بأزمة قلبية، وكان عنده 65 سنة.